ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون. عبد المجيد الله 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 الله. أول الأهداف في هذه المواجهة يأتي عن طريق عبد المجيد صبيري، ووضع سيمون في زاوية وسدد الكرة في الزاوية الأخرى لتتقدم المغرب الآن بأول أهداف اللقاء، وتتقدم بالركلة الترجيحية الأولى. ليأتي الدور في الجانب المقابل على بابلو سارابيا. بابلو سارابيا هو اللي راح يسدد. بابلو سارابيا الآن هو من سيحاول التعديل من خلال إحداث الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب الإسباني في مواجهة بونو، في مواجهة ياسين. ضاعت كرة بابلو سارابيا. بونو راح واصطدمت في القائم لتضيع الركلة الترجيحية الأولى على المنتخب الإسباني هنا عن طريق بابلو سارابيا. وانتظر الآن الركلة الترجيحية الثانية بأقدام حكيم زياش. المتعة والإبداع، زياش الإتقان، زياش فريق العاصمة اللندنية أو الإنجليزية لندن. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله عن طريق زياش يأتي تأكيد التقدم ويسجل حكيم الركلة الترجيحية الثانية. الآن في الجانب المقابل للمنتخب الإسباني والركلة الترجيحية الثانية. المحاولة هنا عن طريق البديل الذي دخل في اللحظات الأخيرة من أحداث هذا اللقاء، كارلوس سولير في مواجهة ياسين. سولير في مواجهة بونو. يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. سولير الله. ياسين يتصدى. يا الله. ياسين يتصدى للركلة الترجيحية الثانية. الآن الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي. الركلة الترجيحية الثالثة عن طريق بدر بنون في مواجهة أوناي. بدر بنون الثالثة، مفتاح التأهل. الثالثة يا بدر. لا. بدر بنون يضيع الركلة الترجيحية الثالثة، ويأتي التصدي من أوناي سيمون للمحاولة والكرة الماضية. لكن لا زال المنتخب المغربي متقدم بهدفين من 3 ركلات مقابل لا شيء للمنتخب الإسباني مع الركلة الترجيحية الثالثة الآن عن طريق القائد سيرجيو بوسكيتس. هو اللي راح ينفذ الكرة، والمحاولة القادمة هو اللي راح ينفذ ركلة الجزاء أو الركلة الترجيحية. عيدها يا ياسين، عيدها يا زين، عيدها يا بونو. طلبتك انك تعيدها يا بونو. مستحيل. ياسين بونو يتصدى
ركلة بوسكيتس، يتصدى لمحاولة بوسكيتس. الآن كرة للتاريخ، مغرب الحضارات، مغرب التاريخ، مغرب الحضارة الآشورية والحضارة الموستيرية إلى حضارة العصر الكلاسيكية، إلى الحضارة الفينيقية، إلى الحضارة القرطاجية، إلى الخلافة الأموية، إلى وضع حجر أساس الدولة القومية، وإلى تاريخ آخر قد يكتب من المدينة التعليمية، من المدينة التعليمية عن طريق أشرف حكيمي. أشرف حكيمي، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم، فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي، بلا تشاو، بلا تشاو، بلا تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري، وبالتالي تنتظر بعد نهاية هذا اللقاء الفائز 1000 مليون تريليون. مبروك لمنتخب المغرب، هارد لك للمنتخب الإسباني. الصوت والصورة إلى الزميل راشد المهندي.